الجسم ممكن يبقى ضعيف بس لو روحك قوية هتفضل تكسب. لمسته كانت مميزة، يلف جسمه على الكورة في ثانية، يشوط من غير ما يفكر، الكورة تدخل كأنه رسم. ابتدى في انبي ومن انبي للزمالك، نجمه لمع بجد لما راح الاهلي. كان جوكر، يلعب يمين يلعب شمال، يلعب صانع لعب يلعب قدام، كل كان بيحبه، حتى الخصم كان بيحترمه. وفي عز ما كان نجم ابتدت حاجات غريبة تحصل. بدأ يغيب عن التمرينات، شكله اتغير، صوته تقل، لما اتكلموا معاه ما كانش عارف يقول حاجة. التشخيص كان مرض نادر اسمه ALS، ده كان بيهاجم العضلات، شوية شوية يخليك مش قادر تتكلم ولا تمشي ولا حتى تضحك. الناس اتصدمت، ازاي ده كان لسه من شوية بيجري في الملعب. المرض ما بيفرقش. مؤمن بدأ رحلة تانية بس مش مع الكورة، كانت مع القلب. يظهر في المناسبات ما يتكلمش بس عينه بتتكلم. مؤمن لحد النهاردة بيعافر وبيثبت كل يوم ان الانسان مهما يقع برضه بيعافر. ناس بتكسب ماتشات وناس بتكسب الحياة. البطل مش بس اللي بيرفع الكاس، البطل اللي بيبقى موجوع وقادر يكمل. وحشتنا يا مؤمن.